السلام عليكم. اليوم حضرت لكم وصفة سهلة واقتصادية بطعم راقي بزاف. بنصف صدر دجاج فقط راح تحصلوا على طاجين جبن شهي طري ويشهي من أول نظرة، مناسب حتى للضيوف. نبداو على بركة الله في طاجين صغير ولا مقلاة. نحط شوية زيت ونخليه يسخن، بعدها نزيد نصف صدر دجاج مع حبة بصل صغيرة مقطعة، نزيد ثوم وشوية خردل ونخليهم يتقلاو مليح حتى يطلقوا نكهة رائعة. وبعد نضيف الزيتون الأخضر على حسب الرغبة وشوية فطر إذا حبيتو. كيما نقول لكم دائما، سر البنة هي كي تقلي كلش مليح على نار هادية. وبعدها نضيف الملح والفلفل الأسود، توابل الدجاج وراس الحانوت. نخلط كل شي مليح ونمرق الماء سخون ونخليه يطيب على نار هادية. كي يطيب الدجاج نخرجوه ونفتو مليح. من الأحسن تستعملوا مقص باش يكون سهل ويتفتت مليح. نضيف عليه 2 إلى 3 قطع جبن طري، 2 بيضات، معدنوس مقطع، مع رشة ملح خفيفة. نخلط كلشي مليح حتى يولي خليط متجانس. نحط الخليط في قوالب مادلان ولا أي قوالب عندكم. ندخلوهم للفرن حتى يطيبوا يتحمروا يعطونا لون ذهبي شهي. والمرقة اللي بقات نزيدو لها شوية جبن ونخليها تغلي حتى تثقل وتعطينا صوص بنينة بزاف. خذيت جبن التاكوس وقطعته بمول على شكل وردات صغار وحطيتهم فوق، يعطي شكل راقي بزاف. وانتم تقدروا بكل بساطة تقطعوهم مربعات صغار وتستعملوه عادي. شوفوا المرقة كيفاش جات، ماشي خاطرة بزاف ماشي مايحة، وقوامها جا بنين وريحتها تشهي. شوفوا النتيجة النهائية، طاجين طري وبنين بزاف وبشكل راقي. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب في القناة، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.